فيديو رمضان الأزلي. كل سنة بنسأل نفس الأسئلة هي مفيش جديد. ما هو رمضان هو عدد أيام الصيام هتتغير، يعني هي عدد ساعات الصيام هتتغير، ساعات بتتغير بس بسيط. هي الأسئلة اللي احنا هنتسألها كل سنة، وهي تقريبا الإجابات. بس خلينا المرة دي نلخصها بحيث إن يبقى معاك فيديو صغير تعرف ترجع له بعد كده في أي وقت لو أنت عايز تبدأ رمضان صح وتنهيه صح. يلا بينا. ما يلا يا زميلي، في ايه؟ هو انت ايه صايم من دلوقتي ولا ايه؟ قوم يابا يلا تعال. قبل اي حاجه خلينا متفقين ان جسمك في رمضان في الصيام بيبقى تحت ضغط رهيب جدا. اتعامل مع جسمك صح بذكاء، جسمك اذكى بكتير منك، ودي جمله دايما بقولها في كل فيديوهاتي. فلو انت فهمت جسمك هيكون ناقصه ايه هتعرف تديله الحاجات اللي ناقصاه بجد من غير ما تاذيه. ازاي الجسم تحت ضغط رهيب؟ هو مش الرسول وصانا وقال لنا صوموا تصحوا؟ طب ازاي الرسول هيوصينا بحاجه والحاجه دي تكون اصلا مش خير لينا؟ لا انا ما قلتش كده، الحاجه دي 100% خير لينا و100% هتخلينا اصحاء اكتر. بس هو اصلا مين قال؟ ولا انت عمرك شفت حد بيتعالج من حاجه معينه والعلاج بتاعه ما كانش متعب في الاول، ما كانش بيخليه حاسس باحاسيس مش طبيعيه لحد ما بيتعالج؟ فطبيعي ان احنا طول شهر كامل ربنا وصلنا ان احنا نصوم عشان خاطر نبقى اصحاء اكتر. طبيعي ان احنا ممكن نحس بشويه ارهاق وتعب، بس لو اتعاملنا صح مع الجسم هنفهم ازاي نتعامل معاه في الوقت ده كويس. عايزك تفهم كويس ان جسمك بيكون في رمضان تحت 3 حاجات مضغوط عليه فيها. التغذيه مش بيخش له غذاء كويس، النوم ما بتنامش وقت كافي او ما بتنامش في المواعيد اللي المفروض تنام فيها، وطبعا الميه. ال3 حاجات دول كافيين ان هم يخلوا الجسم متشتت ومش متزن كويس. بس في نفس الوقت هنرجع لنفس الحاجه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، احنا بنعمل ده في الاخر عشان خاطر دي حاجه صحيه لينا هتعالجنا من امراض كتير جدا. انا مش هقول لك هي الامراض عشان انا مش دكتور. ايه افضل خطه ممكن امشي عليها في رمضان عشان اوصل لافضل نتيجه ممكنه لجسمي انا بالذات؟ كمل معايا الفيديو للاخر، هقول لك شويه حاجات بس في الاول، بعدين هقول لك تمشي على ايه بالظبط. ده مش هوك على فكره، بس انا عايز اقول شويه معلومات بس في الاول عشان لما اقول لك الحاجه اللي في الاخر دي انت هتفهمني كويس، او يمكن يكون هوك. كمل بس الفيديو للاخر. نتمرن امتى في رمضان؟ اول حاجه عايزك تفهمها ان وقت التمرين هو الوقت المناسب ليك، ده اهم حاجه. انا لو بالنسبه لي اهم وقت ان انا اتمرن فيه ايه، او احسن وقت افيد وقت لو انا متاح معايا اليوم كله ما عنديش مشكله في اي حاجه، احسن وقت هو هيكون بعد الفطار. بعد الفطار امتى؟ بعد الفطار بوجبتين، يعني افطر الاول اكل وجبه، بعديها بساعتين اكل وجبه كمان، وجبه الفطار ما تبقاش تقيله قوي عشان اعرف ادخل الوجبه الثانيه، بعد الوجبه الثانيه بساعه اروح اتمرن. ده احسن وقت عامه انك تتمرن فيه في رمضان، يكون جسمك دخل له كميه كربوهيدرات وبروتين كويس، فجسمك هيكون قادر ان هو يديك الطاقه اللي انت عايزها ومحتاجها. طيب لو ما عرفتش، هنا هنرجع للنقطه الاولانيه زي ما انا لسه قايل لك، يبقى اختار انسب وقت بالنسبه لك انت. طيب لو فعلا ما عنديش وقت وهتمرن قبل الفطار، هل ده تمام؟ تمام. ما هو انت قيس الموضوع، انت ما عندكش دلوقتي غير 2 اوبشنز، يا اما تتمرن قبل الفطار، يا اما مش هتتمرن خالص، هتقعد شهر كامل ما تتمرنش. اكيد الاحسن انك تتمرن قبل الفطار، بس خليك ذكي. لو انا هتمرن بعد الفطار كده كده تمريني زي ما هو مش هيختلف كتير، يعني هيكون تقريبا بنفس الشده بنفس كل حاجه. بس كمل الفيديو للاخر عشان عايز اقول لك حاجه في النقطه دي. طيب لو انا هتمرن قبل الفطار، غصب عنك لازم تقلل الشده بتاعتك، وغصب عنك لازم تقلل الفوليوم بتاعك. ما ينفعش في الطبيعي تكون بتتمرن في الجيم من ساعه ونص، ساعات بتقعد ساعتين، وتيجي في رمضان بتتمرن وانت صايم وجسمك تقريبا ما فيهوش اي تغذيه تماما وتقول لي انا هتمرن كتير ليه؟ اصل انا عايز احرق الدهون. لا مش هتحرق دهون، انت هتوقع كتله عضليه زياده. فخليك ذكي وافهم ان جسمك في وقت زي ده هو مش محتاج اكتر من ان انت تديله بس الاساسيات. ماشي كده وصلنا لاخر حاجه، الاكل. اكل ازاي في رمضان؟ طيب احنا دلوقتي عندنا وجبتين اساسيتين في رمضان، هو الفطار والسحور. بس كده؟ هل هقعد طول اليوم على وجبتين بس؟ مش طبيعي، احنا في العادي بناكل 4 5، في ناس بتاكل 6 وجبات كمان. فمش طبيعي ابدا ان التحول يكون من 6 وجبات ولا 5 وجبات لوجبتين. انا بفضل دايما في رمضان يكونوا 4 وجبات، نفس وجباتك هي على قد ما تقدر ينزلوا 4 على حسب برضو الهدف بتاعك. فانت خلينا نتفق مع بعض، خليهم 4 وجبات. كميات الاكل هتختلف من شخص للتاني، فانا هاكل وجبه على الفطار ووجبه على السحور وبينهم وجبتين. هل عندي وقت كافي؟ احسبها. احنا تقريبا بين الفطار والسحور تقريبا ما لا يقل عن 8-9 ساعات، يمكن اكتر كمان. فانت لو حسبتها على كل ساعتين بدخل وجبه،
مش لازم الوجبه تبقى كبيره عشان نعرف ندخل الوجبات اللي بعديها. كل ساعتين بدخل وجبه، هعرف اعمل ده في ال8 9 ساعات بتوعي، وهعرف اتمرن برده فيهم. بس اللي انت لو لعبتها صح، لو قعدت على الفطار دبتها واكلت كل الاخضر واليابس، انت كده يا باشا محتاج 3 ايام عمل عشان تعرف تهضم الاكل ده. فما تعملش كده. كل وجباتك اللي انت المفروض بتاكلها، ما تقعدش تحط قدامك كل الاكل وتاكل. انا عارف الكميه اللي انا باكلها، هاكل 150 جرام رز، هاكل معاهم 120 جرام فراخ، وات ايفر ايه اللي انا هاكله على الفطار كله وخلاص. اشرب ميه كويس هتساعدك على هضم كويس. خلي فيه معاك فايبرز، الياف تعرف تدخلها عشان خاطر تخلي معدتك شغاله كويس بكفاءه عاليه. حاول على الفطار تعمل اللي وصلنا الرسول بيه، حاول تكسر صيامك على حاجه تكون فيها سيمبل كارب زي التمر، عشان كده الرسول كان بيعمل ده. بناخد تمره 2 ماكسيمم 3، ما تكترش عن كده عشان تعرف تاكل. في نفس الوقت التمر فيه فايبرز كويسه، مش هتخلي الموضوع عندك سبايك انسولين وتملى فات، لا التمر حاجه كويسه. فاكسر صيامك على تمر، قوم صلي المغرب، ارجع كل فطارك الجميل، هدي واحده واحده، اشرب كميه ميه مناسبه جدا، بلاش سكريات كتير، ودي الازمه بتاعت رمضان، العصاير ابعد عنها. وحاول تاخد الفيتامينز والمينرالز اللي انت بتاخدها ومكملاتك العاديه، ما توقفهاش في رمضان، بالعكس انت هتبقى محتاجها زياده، فما توقفهاش. مكملاتك والفيتامينز بتاعتك خدها بانتظام. قسم وجباتك كويس. سحورك خليه دايما معتدل ويكون الاكتر فيه بروتين، والبروتين اللي يكون فيه اكتر يكون كازين عشان يكون هضمه ابطا شويه، زي الجبنه القريش، زي الزبادي، زي منتجات الالبان. الحاجات دي كلها فيها كازين كويس، فهتديك وقت اطول احساس بالشبع. حاول تاكل كومبلكس كارب في وقت السحور بتاعك، ما تاكلش سيمبل كتير، ما تاكلش عيش كتير ومعجنات وحاجات ما لهاش اي 30 لازمه. حاول تاكل اللي جسمك فعلا محتاجه، هتحس ان الموضوع كويس وبيجيب معاك نتيجه. هل ينفع تضخم في رمضان؟ لا ما ينفعش، مش هينفع ومش منطقي الا في حاله واحده بس. لو انت لسه مبتدئ زيرو هتخش رمضان او بادئ قبل رمضان بحاجه بسيطه، ممكن ده يحصل عشان انت جسمك بيكون مفتقد للكتله العضليه. بس لو انت واحد بتتمرن بقالك فتره طويله وجاي في رمضان عايز تضخم، يا باشا ما احنا قلنا هنشتغل بذكاء، اللي انت بتعمله ده مش منطقي ومش طبيعي ومش هيحصل. طيب ايه احسن حاجه ممكن اعملها في رمضان؟ ايه اكتر خطه ممكن اعملها في رمضان؟ ده السؤال اللي انا كنت بقول لك خليك معايا للاخر عشان ارد لك عليه. جاهز؟ شكلك مش جاهز وهتتعبني، يلا تعالى. طيب لو ركزت معايا من اول الفيديو هتفتكر ان انا قلت لك في الاول جسمك تعبان ومرهق في شهر رمضان، ولو ما ركزتش في فيديو صغير زي ده في اول الفيديو يبقى حرام عليك، روح اتعالج. وانا مالي انا كمان جدرني كده. معلش بقى هو الصيام. ماشي ايوه جسمي تعبان، اعمل ايه؟ اللي انا عايزك تعمله انك تستغل الفتره بتاعت رمضان دي كويس. رمضان شهر في الاخر هو شهر عباده، قرب لربنا اكتر. طيب اهدوا، انا مش شيخ، انا مش داعيه، انا كوتش عادي زي ما انا، بس انا بقول لكم نصيحه صغيره. عادي احنا الشهر ده طبيعي هنستغله ان احنا نقرب فيه من ربنا اكتر، بس هل ربنا قال لنا اصلا ان احنا حتى في شهر رمضان عشان نقرب منه لازم ما نتمرنش، لازم نسيب كل حاجه بنعملها طول السنه؟ لا اكيد ربنا ما حسناش على كده، وبالعكس ربنا دايما بيحسنا ان احنا نخلي بالنا من صحتنا ومن جسمنا. انت طول السنه 11 شهر بتضغط على جسمك بالتمرين وبالاكل، ضاغط عليه سواء بتعمل بالكينج بتعمل كاتنج، انت ضاغط عليه، انت مخلي جسمك على طول اندر ستريس. فحاول في شهر رمضان ده شهر واحد يا اخي في السنه ما فيهاش مشكله، اعمل دي لودنج، نزل كل شدتك، نزل كل حاجه. مش بقول لك ما تتمرنش، بس نزل الفوليوم بتاعك تمرين، نزل شده التمرين، نزل الفريكونسي بتاعت التمرين. خلي ايامك في التمرين، لو انت كنت بتتمرن في الطبيعي 5 أو 6 ايام في الاسبوع خليهم 4، خليهم 3. على فكره مش هتخسر حاجه، وممكن حتى ما تخسرش كتله عضليه خالص، بس بالعكس العبها صح زي ما اتفقنا في الاول. انت لو عملت حركه بسيطه زي دي انت كده هتبقى بتلعبها صح جدا مع جسمك. انت اولا خليت مفاصلك ترتاح، خليت اوتارك واربطتك ترتاح، خليت جسمك كله مؤهل ان انت بعد العيد لما يخلص رمضان ويخلص العيد تنزل تشد في التمرين تاني، وهيبقى عندك القدره على ده. وفي نفس الوقت فهمت ان جسمك في وقت زي ده مش قادر ان هو يديك فول باور، جسمك تعبان، جسمك مرهق زي ما اتفقنا، الاكل مش داخل بانتظام، مش داخل كويس، غصب عنك في رمضان هيكون في عزومات وخروجات، خارج مع اصحابك، خارج مع اهلك، فطبيعي ان انت هتبتدي تعك شويه في الاكل، الاكل مش هيبقى منتظم كويس، النوم كده كده مش منتظم في رمضان، كلنا بننام بعد الفجر او معظمنا يا سيدي بننام بعد الفجر، فعدد ساعات النوم مش كافيه، وحتى لو بتنام عدد ساعات كافيه انت بتنامها في وقت غلط.
فكده كده جسمك مش اخد راحته من اي حاجه خالص. فنصيحتي ليك يا زميلي في اخر الفيديو، رمضان في الاخر زي ما قلنا شهر عباده، استغل رمضان صح، قرب من ربنا صح، وفي نفس الوقت حافظ على تمرينك بشده قليله، 3-4 ايام بس في الاسبوع كافيين جدا، عشان كمان يبقى عندك وقت ان انت تخرج مع اهلك، تخرج مع صحابك، تعمل رمضان فايبس زي ما بنقول، وتدي من الاخر الشهر الكريم حقه، سواء في عباده او سواء في مناسبات، وسواء في انك تغير جو فيه وتطلع المود الوحش اللي احنا بنقضيه طول السنه، ضغط الشغل و اشتغل بذكاء على كل حاجه، هتلاقي جسمك بجد بيديك اللي انت عايزه وفهمك صح، وهتطلع من رمضان عندك القدره ان انت تعمل كل حاجه. حتى لو في رمضان الموضوع قل منك شويه، فقدت كتله عضليه شويه، هتعرف ترجعها بسهوله بعد رمضان، عشان انت مفاصلك بقت مرتاحه، كل حاجه عندك بقت مرتاحه من الاخر. زميلي الدبابه، احلى مسا عليك.